ليه محمد صبحي انفعل على احمد شريف؟ وليه احمد الخضري اشتكى من معتمد جمال من احمد شريف؟ عتاب بسيط من معتمد جمال لادم كايد، وتحيه خاصه من القائد الونش لاحمد الخضري. الزمالك بدأ المباراه بخط دفاع كله شباب باستثناء الونش، هو الخبره الوحيده الموجوده في خط الدفاع، ودي كانت مخاطره كبيره بس اجبر عليها نادي الشباب. في بدايه المباراه الزمالك كان بيحاول ينقل الكوره في نص ملعب كهربة الاسماعيليه، وفي نفس الوقت كهربة الاسماعيليه كان لسه بيتحسس الوضع. لكن مره واحده لقينا كده شبه سيطره لكهربة الاسماعيليه وبيحاولوا يوصلوا لمرمى الزمالك، وكلها كانت من ناحيه الشمال لناحيه الزمالك اللي هي ناحيه احمد الخضري، اللي دايما كان بيواجه 2 لعيبه، وده اللي خلاه يروح لمعتمد جمال ويشتكي له ان احمد شريف مش بيرجع يدافع معاه. وبنشوف بقى محاولات مستمره لفريق كهربة الاسماعيليه لاختراق جبهه احمد الخضري عن طريق برضه 2 لعيبه، وبيقدروا يروحوا في واحده هجمه خطيره جدا بيطلعها محمد صبحي، وبعد كده لعيب كهربة الاسماعيليه بيطلعها بره المرمى، علشان كده بينفعل محمد صبحي بشده على احمد شريف اللي ما رجعش يساعد احمد الخضري. كابتن معتمد جمال بيستغل التوقف اللي حصل في الملعب وبيبدا يدي توجيهاته لاحمد شريف ان هو لازم يرجع يساعد مع احمد الخضري. وبعدها برضه بنشوف كابتن معتمد جمال بيلوم وبيعتب على ادم كايد عتاب بسيط بسبب اللعبه دي. ولو بصينا كده في اللعبه دي هتلاقي من بدايتها ان كل واحد كان ملتزم بلعيب، يعني مثلا احمد حمدي واحمد شريف كل واحد ملتزم باللاعب بتاعه، في حين ان هنلاقي الكرة لما اتلعبت للاعب فاضي تماما هنلاقي كمان في الكادر بيظهر محمد اسماعيل وماسك لعيب، وهنلاقي ادم واقف في مكان بعيد وفاضي ومش ماسك حد. الخضر يتردد يضغط على اللاعب دوت ولا يرجع يمسك اللاعب اللي وراه، بس ما لحقش يعمل الكلام ده كله، ولاعب كهربة الاسماعيليه لعب الكرة في ظهر احمد الخضري. وهنا بنلاقي كابتن معتمد جمال بيرفع ايده لادم كايد بيشاور له يعني ان هو كان المفروض يجي ويساعد زمايله، وده كان سبب عتاب كابتن معتمد جمال لادم كايد ان هو لازم يكون موجود مع زمايله في نص الملعب، ما يسيبش لعيبه فاضيه علشان ما يلعبوش الكوره في ظهر احمد الخضري زي ما كان بيحصل. وبالفعل اللعيبه لما بدات تطبق كلام كابتن معتمد جمال نلاقي ان فريق الكهرباء بدل الهجوم من ناحيه اليمين الى ناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين لنادي الزمالك، وعمل هجمتين خطرتين جدا لولا محمود الونش وتألقه كان بقى فيها كلام تاني. ومع استمرار اخطاء دفاع كهربة الاسماعيليه الزمالك بيستغل واحده عن طريق سرعه رد فعل محمد اسماعيل اللي لعبها موجهه لناصر منسي اللي لعب اسيست لاحمد شريف علشان يحرز هدف الزمالك الاول. وفي هجمه عنتريه من احمد الخضري اللي لعب بينيه جميله لاحمد شريف اللي بيسدد في المرمى، ولكن الحارس بيصدها فيلاقيها عدي الدباغ ويحرز الهدف الثاني، وبتكون النتيجه 2-0 لنادي الزمالك. علشان كده بنلاقي تحيه خاصه من كابتن محمود الونش لاحمد الخضري صاحب بدايه هجمه الهدف الثاني، عشان يستمر جمهور الزمالك على اعصابه في الملعب. قبل نهايه الشوط الاول بدقائق بسيطه بنلاقي خطا كبير من اسامه السيد مدافع الزمالك علشان يتم تسجيل الهدف الاول لكهربة الاسماعيليه. وبنبدا الشوط الثاني وبعد مرور حوالي 5 دقائق بنلاقي هجمه حلوه من ناحيه الشمال واحمد حمدي بيلعبها بالكعب لناصر منسي في مكان مهم جدا اللي بيسدد ويشوط، ولكن الحارس بيصدها فتلاقي احمد شريف عشان يحرز الهدف الثاني ليه والثالث لنادي الزمالك، وتصبح النتيجه 3-1. وشويه كده ومن ضربه ركنيه بنلاقي ان فريق كهربة الاسماعيليه بيقدر يحرز الهدف الثاني عن طريق رأسية عمر السعيد اللي سبق محمد صبحي وخط الدفاع علشان يحرز هدف جميل ويسجل الهدف الثاني لكهربة الاسماعيليه، ويرجع التوتر تاني عند جمهور نادي الزمالك. لكن التوتر ده بيستمر لحد الدقيقه 73 لما ناصر منسي احرز الهدف الرابع علشان يزيل التوتر ويوسع الفارق ما بينه وما بين كهربة الاسماعيليه. بنشوف بقى الضغط بيتشال من على لعيبه نادي الزمالك نفسهم اللي بيبداوا يمتعوا نفسهم يبداوا يلعبوا كره الزمالك الجميله، وبعدها بيحرز عدي الدباغ الهدف الخامس علشان يوسع الفرق جامد ما بينه وما بين كهربة الاسماعيليه.